بتجيب في سيرة الناس وطول ما انت ماشي بتتكلم، ومن ضعفك بترمي غيرك بالتهم. خلي بالك، ده احنا دفنينه سوا. ايه حكاية المثل ده؟ تعال اقولك الحكاية. كان في 2 أصحاب زي ما نقول كده، كانوا زي الإخوات، كانوا سند ودعم وحماية لبعض. كان واحد منهم لئيم والتاني أبو المفهومية، وال2 كانوا فقراء جدا، ما تلم المدعوس على خيب الرجا. كانوا بيجيبوا بضاعة على قدهم وكانوا بيوزعوها على البلاد اللي حواليهم، واللي كان بيساعدهم هو الحمار اللي حالتهم، وكانوا مسميينه أبو الصبر. كانوا بيخافوا عليه جدا وبيحبوه جدا، علشان هو اللي كان بيساعدهم في نقل بضاعتهم اللي كانوا بياخدوا منها فلوس بسيطة تساعدهم على الحياة. وفي مرة وهم ماشيين في الطريق، الحمار تعب جدا، وفجأة من غير أي مقدمات وقع الحمار ومات. ما كل حاجة ليها نهاية. ومن صدمة اللئيم وأبو المفاهيم ما كانوش عارفين يعملوا ايه. كل اللي عملوه انهم دفنوا أبو الصبر في مكانه وقعدوا يعيطوا جنبه. خلاص مصدر رزقهم الوحيد ضاع، وهم قاعدين في مكان غريب، لا بلدهم ولا ناسهم ولا أهلهم. فكان كل اللي رايح واللي جاي شايفينهم بيعيطوا، فكانوا بيسألوهم: مالكم يا بلدينا بتعيطوا ليه؟ فكانوا بيردوا ويقولوا: أبو الصبر مات. وطبعا علشان هم أغراب، الناس ما تعرفش مين هو أبو الصبر. الناس كانوا طيبين وافتكروا إن أبو الصبر ده راجل صالح، أو إنه ولي من أولياء الله ليه كرامات. فكانوا متعاطفين معاهم جدا وكانوا بيدوهم فلوس. وقعدوا كام يوم على كده، لحد ما جت فكرة في دماغ اللئيم، وقال لأبو المفاهيم: ايه رأيك مادام الناس بتساعدنا وهم مش عارفين مين هو أبو الصبر، تعال نعمله مقام ونسميه مقام سيدي أبو الصبر، وبكده الناس هتكتر وهنلم فلوس كتير. فجابوا شوية طوب وحطوه فوق المكان اللي مدفون فيه الحمار، وكتبوا عليه مقام سيدي أبو الصبر، وقالوا للناس إن هو بيعمل حاجات كتير، ومن طيبة الناس صدقوا الحكاية. والغريب إن كانت كل طلباتهم وأمنياتهم بتتحقق، والناس فاكرة إن سيدي أبو الصبر هو السبب، فكانوا بيحطوا فلوس كتير على مقام أبو الصبر. فرح اللئيم وأبو المفاهيم، لكن الحكاية تخلص على كده؟ لا طبعا. وفي يوم اختلفوا الأصحاب مع بعض على توزيع الفلوس. خلاص الطمع دخل قلوبهم. راح أبو المفاهيم قال للئيم: انت شكلك بتنصب عليا في الفلوس، وانا هشتكيك للشيخ أبو الصبر، وهو اللي هياخد حقي منك. قام ضحك اللئيم وقال: لا، ده احنا دفنينه سوا. نتعلم من الحكاية ان الفراغ واليأس بيخلوك دايما تفكر في حاجات شريرة نهايتها ألم ووجع وخسارة نفسك في الدنيا والآخرة. ما ينفعش تعمل لأي إنسان قيمة، اللي تعمل له حساب بس هو ربنا سبحانه وتعالى. اعرف ان ربنا اداك ودن علشان تسمع بيها، حلو جدا، لكن اداك عقل علشان تفكر وتوزن الكلام كويس. مهما كان الشخص قريب منك ممكن يخذلك في لحظة، انا مش بخوفك، لكن ساعات ظروف الحياة والطمع واليأس ولحظات الضعف بتخلي الناس تاكل في بعض. ده بصراحة بيعتمد على التربية من الأول. وهتلاقي صراع ومشاكل بين الإخوات والقرايب على الورث، كل واحد عايز يلم أكتر. للأسف ميعرفوش إن آخرة الإنسان حفرة متر في متر، محدش هياخد حاجة معاه، اللي هيكون معاك هي أعمالك وبس.